السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن موضوعين كده في بداية الفيديو. أول موضوع وهو السوبر الأفريقي، وتاني موضوع الدوري الإنجليزي والصراع في منافسات القمة في الدوري الإنجليزي. الدوري الأفريقي اللي دار فيه النهاردة المباراة اللي ما بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، وما بين الوداد المغربي والترجي التونسي. نبدأ مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي. أول نقطة هتكلم فيها الشناوي. امال بقى لو احنا مش من 3-4 ايام فاتوا ما كناش قلنا لك ان في كوره هتنشاط عليك من بره ال 18، حاول تتحرك لها علشان تلحق توصل لها يوم لحد. برضو نفس الشوطه، ويا ريت دي قويه مثلا في رايحه في زاويه صعبه، ده شوطه ميته، شوطه كانت عرضيه اصلا. اللاعب ما اتفاجئ انها دخلت، يعني اللاعب ذات نفسه اتفاجئ ان الكوره دخلت المرمى. اول مره نشوف حارس يعني مكسل يمد ايده، بتطير على الكوره مش عارف تودي ايدك، يعني انت كوعك متني يا عم افرد كوعك وصد الكوره. مش اول مره تحصل من الحارس المفروض هو يعني كابتن منتخب مصر والحارس الاول زي ما بيقولوا، لكن الحقيقه ان دفاع النادي الاهلي هو اللي مخلي نسبه الاهداف فيه قليله، وده حسب الاحصائيات بتطلع ان هو الحارس الاكثر شباك نظيفه، بس مش ما يدلش ان ده هو اقوى حارس. مين ضيعنا الدوري 3-4 سنين؟ هو محمد الشناوي. مين اللي حط الاهلي في ورطه السيزون اللي فات بسبب كوره في دور المجموعات قصاد نادي الهلال السوداني؟ نفس الكوره عرضيه برضو ما حطش ايده فيها، جت جون لولا فوزنا هنا 3-0 وخدنا البطوله. مين اللي بيحط الاهلي في مأزق؟ حارس المرمى. وهنفضل ندفع ضريبه ان حارس المرمى يغلط ويحط الفريق تحت ضغط، نستنى في مباراه العوده. لو انتوا لو كنادي الاهلي نادي المبادئ اللي بيسمع لجمهوره او حسب مطالب جمهوره، كل الجمهور بيقول ان محمد الشناوي مستواه نزل. عندك مصطفى شوبير اللي السيزون اللي فات وقف حارس مرمى في مباراه الذهاب قصاد نادي الوداد وعمل مباراه كبيره. انا اراهن لو محمد الشناوي هو اللي كان واقف المباراه دي كنا هنطلع من المباراه يا اما متعادلين 2-2 يا اما مهزومين. مصطفى شوبير شالك في مباراه الذهاب في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولما رحنا هناك برضه هدف بكره عرضيه خايبه. محمد الشناوي بقى ثغره في النادي الاهلي، بقى ثغره كله بيلعب عليه. حتى لو تلاحظ انا هوريك صورتين ثلاثه كده قبل ما ينزلوا الملعب، اللعيبه بص لمحمد الشناوي اللي هو يعني بصت سخريه كده، الناس طمعانه فيه. اللاعب انا في لاعب شاط كوره من بعد الدايره بتاع نص الملعب، انا بقول الراجل ده مجنون ولا ايه؟ بس حقه، ما هو متعود كل ما الشناوي ينزل لحراسه المرمى قدام النادي الاهلي في نفس الاجواء يتشاط عليه كور ما تدخلش وبتدخل، بدليل ان حصل النهارده. هل ده يعني قرار اداره فنيه؟ لا، ما اعتقدش ان ده اداره فنيه تقول كده، عشان المدير الفني اكيد مش هيشوف ثغره زي دي ويسكت عليها. اكيد المدير الفني اتكلم عنها، ان حارس زي محمد الشناوي يكمل ويلعب رغم ان هو في سوء مستواه، رغم ان هو بيضيع النقط، رغم ان هو بيضيع الدوري، رغم ان هو بيحط الفريق تحت ضغط، رغم ده كله، لا ده اداره. يعني انتوا بتفهموا والناس كلها ما تفهمش، انتوا بتعرفوا كوره وكل الناس ما بتعرفش كوره، انتوا شايفين ان هو يصلح وكل الناس شايفه ان هو لا يصلح. فدي مشكله، النادي الاهلي يتحرك في الثغره او المصيبه او الكارثه اللي موجوده في النادي الاهلي، يا اما يوقف حارس بديل يديله فرصه، يا اما يتعاقد مع صفقه تكون كويسه تكون مستقبل تشيل حراسه مرمى النادي الاهلي. لو حد رد عليا قال لي يا عم ده مصطفى شوبير مصاب، مصطفى شوبير بره القايمه، انا مش بتكلم على المباريات دي في حد ذاتها، انا بتكلم ان انت لما يكون عندك حارس مرمى او اي لاعب على الدكه نزل وخد فرصته وادى في الملعب، ما تطلعهوش، ما تحرقهوش، خليه يكمل واديله، لكن ما تحطهوش وقت ما يبقى فيه اصابه وتنزل اللاعب يأدي غرضه ويطلع تاني. ادي كل واحد حقه، زي ما بتعمل تدوير في الملعب ما بين اللاعيبه كلها. حارس المرمى ليه مش بيحصل فيه تدوير؟ حاجه الصراحه يعني غريبه جدا. من اول شريف اكرامي اللي ضيع لنا دوري ابطال افريقيا برضو موسمين، وبرضو استقرنا برضو شريف اكرامي فضل ما واقف للاهلي المصري وواقف لمنتخب مصر، على الرغم ان هو بيضيع بطولات، بس هو برضو فضل واقف.
فاي سياسه واي سيستم واي نظام واي عقليه واي منطق بيدير الامور ما تعرفش الامور ماشيه ازاي. ما غيرش بندفع ضريبه ان في لاعب سوء مستواه ادى لكده. ده بالنسبه لمحمد الشناوي. صلاح محسن، يا كولر انت رايح تنزل لي صلاح محسن اللي انت اصلا ما نزلتوش طول السيزون، او ما نزلتوش من وقت ما جه من الاعاره او الصفقه الانتقاليه بتاعته، جاي تنزله لي في مباراه بالحجم ده، ومباراه تحت الضغط ده، ومباراه في ظل الاجواء دي. صلاح محسن ما ظهرش خالص، ولا تحركات ولا لمسات ولا ضغط ولا تحرك ولا اي حاجه. اخر يعني اقول لصلاح محسن تلعب في الدوري بس تلعب قصاد اخرك قصاد حرس الحدود ونادي زد والناس دي يعني، ولا ايه؟ احنا النادي الاهلي يعني المفروض يبقى فيه لعيبه تلعب. يعني انت يعني بعد شهرين او بعد شهر هتروح تلعب في كاس العالم للانديه، ممكن الحظ يحالفك وتلعب قصاد مانشستر سيتي. هل هيبقى المهاجم بتاع النادي الاهلي هو صلاح محسن والمهاجم الثاني ايرلينج هالاند مثلا؟ يا جدعان يا جدعان احنا يعني اوزن الامور شويه. موديست، ايه يا عم موديست؟ ايه انت وضعك ايه مع اللعيبه؟ مش فاهم يعني. انت بتنزل ولا بتنزلش، ولا بتنزل تشارك، ولا انت بتنزل كابتن تشرف عليهم، ولا انت ايه الامور ماشيه ازاي؟ فهمنا. من اول ما نزلت وانت عمال تتحرك، واهم حاجه عندك برستيج الجاريه، ما تنجز، اضغط، اعمل اي حركه في يومك الطويل. صفقه سيئه للغايه، كل الكلام قال لك ده كان مهاجم بروسيا دورتموند، ده كان مش عارف ايه، ولا كان ولا عاد. اهو اللي شفناه النهارده مستوى سيء جدا. طاهر محمد طاهر يا باشا، عم طاهر العب كوره. عايزين نلعبوا كوره يا عم. انا مش ضد انك تتهزم، لا، كله بيتهزم ويكسب ويفقد بطولات وبيكسب بطولات، بس احنا عايزين مستوى، حاجه مؤشر ليك كده نحكم عليك. احنا عايزين نحكم عليك، مش عارفين يعني، مش شايفين غير كل عافيه في الكوره. الكوره مش عافيه، الكوره عايزه استلام وتسلم، تحركات، تكتيك، اي حاجه، اي حاجه في الملعب. احنا مش شايفين اي حاجه لحد دلوقتي. يعني انت ما شطت الشوطه جامده مثلا، ما رقصتش، اعمل اي حاجه خلال الايام اللي جايه دي. يعني ايه، خلينا احنا كجماهير يعني نشوف اي حاجه منك نقول لا ده طاهر الراجل عنده حق لما هو متمسك بيه. على الناحيه الثانيه نادي الوداد المغربي والترجي التونسي. نادي الوداد استطاع انه يهزم نادي الترجي بنفس النتيجه 1-0 في محمد الخامس، ويحط قدم في النهائي. ولكن مباراة العودة في الترجي في تونس هيكون لها كلام تاني، زي ما مباراة العودة هتكون في القاهرة انا متأكد هيكون لها ان شاء الله بإذن الله كلام تاني. نص نهائي ممتع، مربع ذهبي، الاهلي، صن داونز، الوداد، الترجي. الصراحة مربع ذهبي جميل جدا، وحاجة مشرفة جدا يكون 3 فرق من اللي هينافسوا على نهائي الدوري الافريقي 3 فرق عرب، هو نادي الوداد المغربي والترجي التونسي والاهلي المصري. تاني موضوع وهو الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي الدوري الامتع اللي عمره ما خسر ان هو يقدر ما يمتعناش معاه. من قمة منافسة في الترتيب، من قمة منافسة في الهدافين، من قمة منافسة في اللعيبة، من حكام، من تقنية فيديو، من تقنية، من تصوير، من عرض، من استوديو تحليلي. حاجة ممتعة جدا جدا الصراحة. النهاردة محمد صلاح قدر ان هو يحقق رقم جديد في مسيرته. محمد صلاح اللي اتعودنا عليه ان هو كل مباراة لازم يكسر ارقام بحضوره. محمد صلاح اللي قدر النهاردة يسجل الهدف الثالث قصاد نوتنجهام في ملعب الريدز. محمد صلاح بالهدف ده قدر يبقى الثالث لاعب في تاريخ النادي يسجل في اول 5 مباريات لليفربول على ملعبه. بالفوز ده نادي ليفربول بيزاحم في الصدارة، مع ان الصدارة امرها صعب. كلهم لعبوا 10 مباريات، توتنهام، ارسنال، مانشستر سيتي، ليفربول 10 مباريات والفرق نقط بسيطة. توتنهام 26 نقطة، ارسنال 24 نقطة، السيتي 24 نقطة، ليفربول 23 نقطة. تتكلم في نقطتين 3 ما بين كل فرقة والتانية. متعة في المربع الذهبي. كل مباراة انا كمشاهد كل مباراة بقعد بقى اتفرج اشوف اللي هيحصل في النتائج واشوف اللي هيحصل في الترتيب. كل فريق بيقدم مشوار منافسة نظيف، كورة بتتفرج على كورة رهيبة بأمانة. يعني محمد صلاح اللي بينافس ايرلينج هالاند
صداره الهدافين ايرلينج هالاند 11 هدف، اللي قدر النهارده في قمه الجوله العاشره ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ديربي مانشستر. يستطيع نادي مانشستر سيتي انه يهزم مانشستر يونايتد ب3 اهداف مقابل لا شيء. ايرلينج هالاند اللي في المباراه اثبت حضوره بهدفين من ضمن الثلاثه، والهدف الثالث جابه فودن. ايرلينج هالاند قدر يوصل للهدف ال11 متفوقا على محمد صلاح المصري ب3 اهداف. محمد صلاح معاه 8 اهداف في الدوري الانجليزي. محمد صلاح اللي مهما السنين تتقدم بيه، محمد صلاح اللي مهما الفريق يتغير من صفقات، من نظام، من احداث بتحصل، من ضغوطات، بيفضل محمد صلاح حتى لو ما خدش الهداف بيبقى منافس على الهداف. سواء كان ليفربول نافس على ترتيب الدوري العام، سواء كان ليفربول ما نافسش، سواء كان ليفربول راح دوري ابطال اوروبا، سواء كان ليفربول راح الدوري الاوروبي، محمد صلاح اداؤه ثابت قوي. هو بينافس طول كل سنه على صداره الهدافين، وده يدل ان لاعب بشخصيه عظيمه جدا 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 محمد صلاح. ان لو كان فيرمينيو وماني كان اثبت حضوره، مش فيرمينيو اثبت حضوره، مش ماني اثبت حضوره، فالموضوع مش متعلق على لعيبه بتساعده، ماشي كوتينيو اثبت حضوره، الموضوع متعلق بشخصيه محمد صلاح. جه ديوجو جوتا اثبت حضوره، جه دياز اثبت حضوره، جه فان دايك، جه نونيز اثبت حضوره. فمحمد صلاح كيان كبير جدا من نادي ليفربول، نتمنى له كل التوفيق. مثل عربي مصري بجد، يعني فخر للعرب زي ما بيقولوا. نتمنى التوفيق محمد صلاح. كده الفيديو خلص. استنوني فيديوهات تانية كتير، تحليل كرة القدم مع احمد معوض. متنسوش الاشتراك في القناة، دعما لاخوك احمد معوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.